بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصحة. ازاي نمنع الوقوع والكسور في البيت؟ سؤال مهم جدا. الوقوع والكسور عند كبار السن مهم جدا، ان لو كبار السن وقعوا ده طبعا ممكن يتكسروا ويحصل لنا مشاكل كتير، مضاعفات نتيجه ان المسن ده اتكسر. ده ممكن يبقى طريح فراش، ممكن يبتدي يحصل لنا مشاكل كتير، التهاب رئوي وجلطات في الرجل وقرح فراش نتيجه الكسور. فمهم جدا ان احنا نتجنب ان المسن ده يقع. نتجنب ازاي؟ عن طريق ان احنا بنظبط البيت بطرق معينه. اول حاجه الارضيات بتاعه البيت مهمه جدا، مهم جدا ان ما يبقاش فيه سجاجيد صغيره في البيت، ولو في سجاجيد صغيره لازم تبقى متثبته كويس. متثبته ازاي؟ في ماده كده زي جيل كده بتحط في ظهر السجاده فبتثبتها كويس، او حاجه تانية زي شيت كده مطاط بيتحط برضه في ظهر السجاجيد، سواء السجاجيد الكبيره او الصغيره بتثبتها كويس على الارض. الحاجه الثانيه نتجنب الارضيات المبلله. اكتر كبار السن بيقعوا ازاي؟ هتلاقيهم بيقوموا بالليل يبقوا دايخين شويه، يخش الحمام، يروح في شويه ميه في الحمام، يروح متزحلق واقع مكسور. فمهم جدا يبقى مفيش ارضيات مبلله. الارضيات برضو بتاعت البيت لازم تبقى مانعه للانزلاق، ما تبقاش بتزحلق. لو الارضيات بتزحلق لازم يبقى عليها سجاجيد، وزي ما قلنا السجاجيد تبقى متثبته كويس في الارض عن طريق المواد اللي قلنا عليها. الإضاءة في البيت لازم تبقى إضاءة قوية، ما تبقاش إضاءة ضعيفة، عشان لما يقوم بالليل ما يبقى شايف كويس، ما يقعش. لازم يبقى فيه لمبة ليلية في أوضة النوم بتاعته أو في الحمام. ممكن نعمله برضو مفاتيح نور قريبة من السرير عشان لما يجي يقوم يفتحها عشان يبقى شايف كويس، عشان ما يقعش. السلالم، لو في سلالم برضو في البيت، او طبعا السلالم برضو الخارجيه لازم يبقى فيها درابزين، والدرابزين ده يبقى قوي عشان كبار السن يسندوا عليه وهم طالعين او وهم نازلين. لازم يبقى فيه اضاءه برضو قويه على السلالم. لازم يبقى فيه درابزين او مساند برضو في الممرات في البيت، بحيث كبار السن يسندوا عليها وهم بيتمشوا، خصوصا لو كبار السن دول عندهم مشكله في الاتزان او الحركه، او عندهم مشكله في المفاصل. الحاجه الثانيه برضو الحمام لازم يتظبط كويس، لازم يبقى فيه مساند او درابزين في الحمام. لازم ارضيات الحمام ما تبقاش مبلله. ممكن نستخدم كرسي استحمام نستخدمه عشان المسن يستحمى فيه، مش لازم يخش البانيو. لو دخول المسن للبانيو عشان يستحمى ده ممكن يتزحلق، فانا بحط له كرسي الاستحمام جنب البانيو وبنحميه عليه. ممكن نرفع كرسي التواليت، يعني بندخل كرسي كده على قاعده التواليت بحيث ان احنا نرفعها. ده ميزته ايه؟ ميزته ان انا اولا رفعت قاعده التواليت عشان المسنين اللي عندهم خشونه في ركبتهم. الحاجه الثانيه مساند دي الكبار السن بيقدروا يسندوا عليها وهم بيقوموا ويقعدوا، فده بيبقى اسهل لهم عشان ما يقعوش ولا يحصل لهم مشكله. الحاجه اللي بعدها نهتم بقى بالمسن شخصيا. لازم يبقى لابس شوز او جزمه مريحه عشان ما يقعش. لازم الهدوم بتاعته ما تبقاش طويله. بنشوف كبار السن، انتوا عارفين طبعا مع تقدم العمر ممكن يحصل شويه انحناء في الظهر نتيجه الهشاشه اللي بتحصل لهم، فتلاقي يقصر شويه، فتلاقي الهدوم تطول عليه، فتلاقيه مدلدله وهو ماشي، فممكن يتكعبل فيها فيقع. فلازم الهدوم دي تتاثر، الهدوم لازم ما تبقاش طويله عليه. لازم اصحح مشاكل الابصار لو عنده مشكله في النظر عشان ما يقعش ويحصل لي برضو مشكله ويتكسر. الحاجه الثانيه مهمه جدا برضو بالليل ما يقومش مره واحده. ما يجي يقوم لازم يقعد على حرف السرير. اما بيقوم مره واحده ده ممكن يدوخ ويقع وبعد شر يتكسر. بنقعد على حرف السرير وبنقوم على مهلنا. الحاجه الثانيه برضو بقوي بقى رجلي، بنعمل تمارين القوه والمقاومه اللي قلنا عليها قبل كده. دي ميزتها برضو ان هي بتقوي العضلات وبتحسن من كثافه العظام، عشان بعد شر لو وقع او حاجه ما يحصل لناش قصور. المشي، امشي على الاقل نص ساعه يوميا 5 مرات في الاسبوع. المشي بيقوي العضلات وبيحافظ على توازن الجسم. نعمل تمارين التوازن دي ميزتها برضو بتحسن التوازن بتاعه وبتقلل فرصة ان هو يقع ويحصل لنا مشاكل. الحاجة التانية برضو لازم اتابع الادوية بتاعته. اتابع الادوية، في ادوية كتير ممكن تزود فرصة ان المسن ده يقع، ممكن تعمل له دوخة، زي مثلا ادوية الضغط، زي ادوية مضادات الهلاوس، زي ادوية الاكتئاب، زي مضرات البول، زي الكورتيزون. فمهم جدا اتابع الادوية بتاعته.
الامراض لازم اظبط الامراض المزمنه كلها اللي عنده. السكر لازم يبقى مظبوط عشان ما يبقاش عندي التهاب في الاعصاب الطرفيه، لو عندي خشونه في المفاصل، لو عندي شلل الرعاش لازم الادويه تتظبط. فكل الامراض المزمنه لازم تتظبط. الحاجه الثانيه برضو لازم اعمل له اختبار هشاشه عشان بعد شر لو هو وقع ما يحصليش مشكله ويتكسر. الحاجه الثانيه مهمه جدا، لازم ناخد برضو كالسيوم وفيتامين دي، لازم بنحلل طبعا قبلها. لو احتاج كالسيوم وفيتامين دي لازم ناخد سبلمنت كالسيوم وفيتامين دي، ولازم ناكل الاكل اللي فيه كالسيوم وفيتامين دي زي منتجات الالبان، زي الخضروات الورقيه. الحاجات دي كلها مهمه، بالاضافه ان احنا نتعرض للشمس من ربع لتلت ساعه يوميا. وطبعا بتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.